مساكم الله بالخير. أولا أبارك لأخوي الشاعر فواز على هالتكريم وهو يستاهل. ثانيا قبل أسمعكم المشاركة، أنا كان لي قصيدة بعد النسخة الأولى من المهرجان، الحقيقة يعني كانت تمثل رأيي الشخصي بخصوص المسابقات هذه. القصيدة كانت بمناسبة عيد، من خلال القصيدة قدمت بطايق، ألا نقول من أجل هذا لا التهاني بطاقات الكل من نذكر نقدم بطاقة، هي 4 بطاقات اللي نقول الرابعة منا البعض القنوات اللي انبرت للشعر قبل الإفاقة ورست الفرسان المعاني منصات، منها بدأت صفارة الانطلاقة وعلى ربوع المملكة والإمارات قام السباق اللي توسع نطاقه، أحدا وصل بالأغلبية والأصوات وحدا تعذر ما عرفنا سباقه، وحدا وجوده فوق كل اعتبارات، الله عطاه إنسان شعر وطلاقه، وحدا مجرب في جميع المجالات ما حرك موج البحر واصطفاقه. وانتم يا من مثلتمونا منيات، انتم من اهل الشعر ساس وعراقه، ما انتم بحاجه علم ولا شهادات، ولا انتم سبب تصديرها باتفاقه، والسلعه اللي تحت حكم الزيادات البيع شرعي والتملك سراقه. هذا اللي حبيت اسمعه قبل المشاركه. أما بخصوص المشاركة فهي الحقيقة يعني فيها عتب بعض الشيء وفيها لغز في نفس الوقت. يا عرب سات العرب غير مداره، وارتفع لأعلى رفيعات الدراج، غيروا أهل البصر وأهل البصارة لا يجي في شاشة العرض ارتجاج، يلزم المخرج يقوي فالإشارة لين يصل صوت الأذان الصناج. يا عرب والنار تالع من شرارها، ليش مجتمعاتنا صارت حراجي، الشغب والشجب واطفال الحجارة ظاهرة عمت سعات الفجاج. يا عرب والنار تالع من شرارة، ليش مجتمعاتنا صارت حراجي، الشغب والشجب هدوء يا رب، الشغب والشجب واطفال الحجاره ظاهره عمت وسيعات الفجاج، ما سلم منها المدير ولا لدارها، واصل تاثيرها حتى الملاجي. والله ان الحق نفرح بانتصاره، ما يرضى على الحق من كثر اللجاجي، والبروده لو تقابلها الحراره ما صنعنا لا بلوف ولا بواجي، والبروده لو تقابلها الحراره ما صنعنا لا بلوف ولا بواجي. يا جماهير الشعر عندي جساره، اسمحوا لي لين اسمعكم نتاجي، ودنا ناخذ على الميدان غاره، اثبتوا يا عيال عمي فالمحاجي، لين اجيكم بالذي فارق عياره، سلمنا ونسلمه ما هو انفاجي. والله اني ما اعتبر سواق طارها، المواهب راهيه واعرف خراجي، ودنا ناخذ على الميدان غاره، اثبتوا يا عيال عمي فالمحاجي. والله اني معتبر سواق طاره، المواهب راهيه واعرف خراجي، والله اني معتبر سواق طاره، المواهب راهيه واعرف خراجي. شاعر تاره وراعي تاره، والتزم بالصمت لا كثر التناجي، وانت شاورنا وصدرنا قراره ما يجي في ما نقررها ازدواجي، ما نحب من المواضيع الإثارة، وانحذفنا بيتنا ما هو زجاجي، والخبر لا شك تسبقها البشارة، والبشارة جيتكم والفخر تاجي. يا سلام الله على من شب ناره مع صدق مشعوفة والليل داجي، شبها عربها حسب اختياره لين صارت وجنة خواجي. يا سلام الله على من شب ناره مع صدق مشعوفة والليل داجي، شبها عن ضبها حسب اختياره لين صارت بلوها وجنة خواجي، واستمد البن الاشقر مع بهاره، ثم قلدها لطلقينا الحجاجي، صبها وعجبها راعي العطاره، كيف قوم الكيف ما هم قوم ماجي، صبها وعجبها راعي العطاره، كيف قوم الكيف ما هم قوم ماجي. عاش ابو عايش تميز عن جداره، اشهد انه من مجن النقد ناجي، والسفير اللي يبى معنا السفاره من خطى فواز يكسب له رواج.
اللي سكن في برج عاجي، ما نلومه يوم صلى الاستخاره، لو من اللي سكن في برج عاجي ليت شعري ما سدلدونه تجاره، مشغل العالم بكثره الاحتجاج. من يقول الخاطره مثل الخطاره، مثل من قال الخليج من الخلاج. من يقول الخاطره مثل الخطاره، مثل من قال الخليج من الخلاج. يا مرور العاصمه ليت للشعار رخصه واستماره، تثبت المهنه وتبعد كل لاجي. يا مرور العاصمه فك الاشاره واعطني سيدين لين اروح واجي. عندنا مع مجلس النخبه نظاره كبرت الفرجه ولا فيها انفراج. يا جماعه خير من يبغى الصداره لا يقول اعوج وهو ما هو عواجي. من تخلى عن مواقيفه خساره، واعتدال الصف ما هو بالمزاجي. والتباعد كسر يقاله جباره، والتفكك جرح يقاله علاجي. والتباعد كسر يقاله جباره، والتفكك جرح يقاله علاجي. لا تقولون انشغلنا بالتجاره، التجاره سببت كل انزعاجي. والتمكن من ممارسها شطاره، والتهرب غش من دفع الخراج. والدراهم لو تبلغ كالاماره، الاماره دونها صوره وسياجي. ما وصلها غير رجالا شعاره عارفا معنى العدل والاعوجاج. واختصرها بالصريح من العباره، لا تقولون اسقنا والماء هماجي. والثلاث اللي بياضتها صفاره، هل يجي لإحدى عناصرها اندماجي. عين صقر وقلب ذيب ودم فاره، حللوها يا محلل دلحاجي. وسلام.